بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه رأيكم في برطمان المخلل العظيم ده؟ يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. حبيبة قالت عايزين كرنبيت مخلل يا ماما، هو بيبقى جميل بصراحة والله. فقلت لها ايه ماشي يا حبيبة، والله الكرنبيتين دول يا جماعة ب10 جنيه. الصغيرة اللي في ايدي دي كرنبيتة كده لوحدها، كانت صغيرة أخدتها على التانية، يعني هي التانية دي واقفة ب10 جنيه وأنا أخدت ديت عليها كده بالعافية، مع إنه كتير هو والكرنب، بس غالي غالي فعلا والله. وكنت جايبة لفت برضو، وجبت ب10 جنيه جزر، تقريبا كيلو ونص. يعني دول مش كيلو ونص جزر أصلا، يعني دول حوالي كيلو. طبعا عيالي بيحبوه كده فأكلوا منه شوية، وأنا أخدت دول بالعافية بقى. فقلت اعمل معاكم كده، اوريكم طريقه التخليل بتاعتي. كلنا اساتذه طبعا والله، بس انا حبيت اوريكم الطريقه بتاعتي. انا هخلل الجزر والكرنبيط واللفت في برطمان واحد، بأبسط طريقة ممكن تخشي تعملي بيها شوية مخلل في البيت. أنا بحب يعني في الشتاء ده بالذات بقى المخلل ده لزوم الدفا كمان، يعني شوية مخلل زي دول كده مع شوية محشي حلوين، مع شوية عدس، مع شوية بامية مخزناهم مفرزاهم، مع كل الأكلات لازم لازم طبق المخلل ده أساسي عندنا. وإحنا بقى داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ورمضان طبعا يعني جاي برضو في الساعة شوية، فلازم حتة المخللة دي. أنا مخللت بصل وعصفرت ليمون وشيلته رمضان. يعني أنا بحب يبقى عندي مخلل في البيت من كل نوع. مسكت طبعا الكرنبيطة، قطعتها كده حتت زي ما شفتوها، كبيرة صغيرة زي ما تحبوا. ومسكت الجزر هجرده بس كده بالسكينة، أنا مبقشرهوش، أنا بجرده كده أسهل ما تقعدي تقشري. هجرده كده كله بالسكينة زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة. طبعا أنا ما غسلتش حاجة لسه خالص، أنا هغسله بعد ما أخلصه، بعد ما أقطعه كله هبدأ أغسله كله وأحطه في مصفى. يعني والله حرفيا انا في الفيديو ما خدتش فيه حوالي ربع ساعة، خلصت الجزر قطعته زي ما انت عايزة. انا بالنسبة لي قطعت الواحدة كده 2، وبعد كده قسمتها بالطول زي البطاطس كده. وحبيبة طبعا قطعت لي اللفت، كانت قاعدة جنبي. خدت ده كله وغسلته، وجبت جبت ادينا قطعنا اللفت هحط زي البرطمان ما ياخد، واللي يزيد هشيله. جبت كده شوية ملح حلوين، هرشهم على المخلل. عبال ما هعمل حاجة كده بسيطة، يكون دبل شوية. يعني انا مش عايزة اركنه، انا عايزة اقعد على شوية المخلل خلصتهم اقوم على طول، بدل ما اركنهم كده وكده. عندي بقى الشطة ديت، احنا كنا جايبينها من الغيط. الشطة دي مولعة، انا فارمة منها اللي هي الحمرا، وعندي هريسة شطة عاملاها. بس انا حبيت ان انا اسهل على نفسي، ومش عايزه اخد من هريسة الشطه الجاهزه اللي انا عاملاها شايلها للشتاء. فدي عندي مسكتها خرطتها كده حتت، وهي حاميه صراحه. انا ايديا ولعت عبال ما قطعت شويه الشطه دول، لان هي شطه اللي هي زي السوداني الحراقه جامد دي. وطبعا البرطمان بتاعي مغسول ونضيف. يعني انا عامله لك شويه مخلل تخشي تعمليهم، يعني اللي هيشوف كده هيقول لك جزر وكرنبيط ولفت ده موال طويل. لا، اهو انا قطعته وغسلته، انزله في البرطمان. هاخد بقى شويه جزر وشويه شطه عليهم كده. يعني هشكل البرطمان بتاعي شويه. اهو انا يدوب شويه الملح اللي رشيتهم على الوش، انا لسه هحط له ملح تاني. مش هحط الجزر كله بقى، عايزه يعني ارسم شكل البرطمان كده برضه عشان يعني يبقى شكله حلو. هنزل بقى اللفت كله، انا نزلت شويه جزر، هنزل اللفت كله اهو. طبعا انا غسلت برضو حتى الكرنبيط غسلته. اللفت بقى انا بغسله من قبل ما بعمله، يعني انا بجيبه من السوق انضفه واحطه في ميه ينزل الطينه اللي فيه وكل اللي فيه، وبعدين بروح مقطعاه بيبقى نضيف. انما الجزر ما ينفعش اغسله قبل ما اقطعه، ولا الكرنبيط، فبقطعه بعد كده بغسله واحطه في مصفى بيصفي الميه اللي فيه، وبيبقى نضيف ما شاء الله عليه. هحط كل الكرنبيط. طبعا انا بقى واخدين بالكم ان انا برش شطه من الحراقه دي معايا. خلصت كده حطيت
طبقة جزر وطبقة كرنبيت، وبعد كده كملت بالجزر. وطبعا برش ايه، بحط قطعة من الشطة اللي انا ايه مقطعاها دي. هحط بقى هنا ايه لفت على قد ما البرطمان ياخد معايا، واللي هيزيد انا كان عندي حتة كرنباية كده، راس الكرنباية انا مش برميها الجدر دي، فبرضه هحط النص يعني شوية اللفت اللي يفضلوا في قعر البرطمان وشوية الكرنب على الوش، وهخليهم مع بعض برضه عادي. انا خليت اللفت على الوش ليه؟ لان اللفت بيحلو بدري، يعني اللفت بيحلو الاول. فقلت مثلا ناخد من اللفت على بال ما الجزر والكرنبيت ايه يكون حلو معاه وكله يدور مع بعض. عندي هنا بقى ايه شوية مية. في الصيف تغلي المية وتسيبيها تبرد، يعني زي ما تكوني بتفلتريها. لو عندك فلتر ماشي. حطيت هنا بقى ايه حوالي 3 4 معالق كده ملح في المية دي، من احنا في الشتاء مش لازم تغلي المية ولا حاجة، كده كده الجو ساقع لوحده، يعني مش هيعمل ريم ابيض ولا اي حاجة. انا عندي والله بخلله ما شاء الله عليه. دوبت الملح في المية كده، وهفضي عليه زي ما ياخد معايا. طبعا احنا كده حطينا الشطة بتاعتنا. اه هنزل بقى الملح بتاعي. وعندي هنا معلقة سكر حلوة. السكر بيعمل ايه؟ بيحفظ لي المخلل لو قعد، يعني انا عندي لفت مخللاه مقرمش لحد بصي، يعني فاضل حبة صغيرين كده في البرطمان ولسه مقرمش زي ما هو. سر القرمشة بتاعة المخلل هو معلقة السكر اللي انت بتحطيها دي، بيخليه مقرمش وبيخليه ما بيخلوش يعمل ريم ولا يمور كده ولا حاجة خالص. خلص شوية المية بتوعي. هحط ايه حمو معدي من هناك معلش. حطيت بقى خلصت، طبعا خلصت كل الشطة وحطيت المية زي ما هو خد، يا دوب غطيته بالمية. بروح عاملة ايه في الاخر كده، بحط معلقة ملح على الوش. انا لو طلع معايا مالح بعد كده المخلل ايه بفضي شوية مية من بتاعته وازود له مية تاني عادي، مش يعني مش غلط ولا حاجة. فضيت كل السكر اللي كان معايا، معلقة سكر كبيرة لان البرطمان كبير وكمية المخلل اللي فيه كبيرة. اللفت اللي معايا فضل معايا ده زي ما قلت لكم كده احطه في برطمان تاني مع شويه الايه مع جدر الكرنبه اللي عندي. يعني انا مش برمي اي حاجه، حرام ان احنا نرمي الحاجه غاليه، حرام ان احنا نرميها. خلصت البرطمان بتاعي ما حطيتلوش خل ولا حاجه، انا بقى يعني قليل لو حطيت خل في المخلل. شايفين بقى منظر البرطمان وجماله وحلاوته؟ والله يا جماعه هو هيتاكل كده، يعني هو شكله يتاكل كده من غير حتى ما يستوي. يعني مش 3 4 أيام، لأ 5 يعني أسبوع بالكتير هتلاقي نفسك بتاكلي منه، لأن ده غير الكرنب. الكرنب تاني يوم بناكل منه، إنما اللفت والكرنبيت والحاجات الناشفة دي بتاخد لها من 5 ل6 أيام تتخلل. هسيبه أكيد بعد كده بقى هوريهولكوا في فيديو من الفيديوهات اللي احنا شغالين فيها. المهم هي دي الطريقة البسيطة في تخليل أي مخلل. أي مخلل ممكن تعمليه بنفس الطريقة. عندك كرنب، عندك كرنبيت، عندك جزر، عندك خيار. انا مخليه حاجه مفاجاه بس لسه مستناها لما تستوي عشان عايزه اوريها لكم هي مستويه. الفيديو فيديو تخليل حاجه، يعني مش عارفه في حد خللها قبل كده ولا لا، بس انا مجرباها فقلت اوريها لكم. وده كان الفيديو بتاعنا، وكان برطمان المخلل بتاعنا. بنجهز المخللات رمضان. بحبكم في الله، تابعونا. منوعات ام حبيبه كامل.